الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وصحابته أهل الوفاء. يقول الله عز وجل: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. هذه آيات بينات من ذكر الله عز وجل علينا، بين لنا فيها المولى تبارك وتعالى نعمه علينا، نعمة الأمن، نعمة السلم والسلام والأمن والأمان، نعمة الهداية والتوفيق، نعمة تطهير هذه الأرض الطيبة من رجس الاستدمار الفرنسي. واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض. واذكروا يا عباد الله كيف كنتم ثلة مؤمنة قليلة مستضعفة في هذه الأرض تحت وطأة الاستعمار، تحت وطأة الفقر، تحت وطأة الظلم والقهر، ولكن عناية الله تبارك وتعالى تدخلت علينا بنعمه، بأسسه، بنعمة التعاون والوحدة، بنعمة طاعة الله عز وجل، بنعمة بذل النفس والنفيس من أجل إعلاء راية الحق والتوحيد. واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، أرواح تزهق، أعراض حرمات تقهر وتدنس، ولكن عناية المولى عز وجل دائما تقف بجانب الحق، إذ أمد الله عز وجل الأمة الضعيفة المستضعفة بنصر من الله تبارك وتعالى، وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. أيها الإخوة الأفاضل، لعل تعيشين في الحياة إلى دائما الاستحضار نعم ربي عز وجل في الناس. من بين هذه النعم نعمة الإسلام، من بين هذه النعم نعمة الهداية والتوفيق، من بين هذه النعم نعمة الأمن والأمان. الإمام الترمذي رضي الله تعالى عنه كان يقول: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. من بين النعم هذا استحضار الإنسان في هذا الزمان، في هذا الوقت، عبر العصور، نعمة الأمن. نعمة الأمن يقدس رب العالمين عز وجل في نعمة الغذاء، في نعمة الرزق. ألا ميل الإنسان للأمان، ألا يعبد ربي عز وجل، ألا يفرط لصال الفشل، ألا يجعل لبس البخار من عز الحرمة، الإفراد يوم الرزق للجهاد في سبيل الله. هذه النعمة كل مرادياس الشهر الفاتح من نوفمبر، وهو تاريخ ابتلاع الثورة التحريرية المجيدة، الاستحضار الإنسان هذه النعمة، نعمة الأمن، نعمة الأمن والأمان. ربي عز وجل قال: واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض. قد يختار الإنسان أن قوة غاشمة تاع بشر تحتل ثاني أكثر من قرن و30 سنة، كانت فئة والحمد لله مؤمنة متحدة تخاف الله عز وجل، تسبب ربي عز وجل، تعلم راية
صدور القضية الجزائرية في المحافل الدولية يفكت من بعد ذلك ربي عز وجل نصر مبين. الآباء الأجداد تاعنا واش كانوا يقولوا؟ لن قال كان نستقل أن تحشيش أو كان نستقل أن نحفظ ربي عز وجل يغيب يفضل. هكذا كان الآباء كان الأجداد يقولوا نستقلوا برك نحن نحشيش. علاش؟ خاطر ما كانش واحد يعرف مرارة الذل والاستعباد غير الإنسان اللي عاشوا ولا شكون يسمى الذي يسين المرارة العبودية، المرارة من الاستعباد، من الحجرة، من التعدية. أم العبد النيابتي عاشا في هذا الزمان. نحكي لكم قصة أيها الإخوة الكرام يعودها في مسجد من المساجد. الاستثمار الفرنسي جمع النساء داخل جامع. يومين ما كان لا ماكله لا والو. يحكيو والله قال كاين واحد الطفل يبكي غير بال اكرمكم الله ما كانش واش يشرب العطش غير شرب بولو البول تاعو. هذا طفل صغير. باش المجازر الاستعماريه واش داروا؟ جمعان الريفيج النساء الصبيان كيوناو راح للجامع قضى على سنوات اكثر من 24 سنه عفوا ساعه امام الطفل الصغير. طفل صغير يقضى الحاجه يمس وما تسع وغالس ولا سمان يتسع ولا شد المث ولا شد في بابان على السوق. هاي المجازر الآن تتحدث حول نعمة الحرية والاستقلال، نعمة الأمن والأمان. تلقى بعض الناس بعض ضعاف النفوس تلقاهم يهزوا رسالهم يخرجون يتفسر يخرجون بفلسفات غير منتهية. واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ما كانوش المجاهدين يحاربوا الشمال والدخان. يا جماعة الإنسان يطلع الجهاد. كان المجاهدون كي واحد يطلع الجبل يسقسيوه هل تحفظ سورة الأنفال؟ راك تحفظ سورة الأنفال؟ يقولوا نحفظ سورة الأنفال. يقولوا هيا انظر لنا لأن سورة الأنفال هي التي بين لنا فيها المولى تبارك وتعالى معاني الجهاد إلى غير أحكام الجهاد. هل تحفظ سورة الأنفال؟ أسيني حفظت أسيني نخلص نتحت بالثورة طلع اللي ما يحفظش سورة الأنفال يقولوا روح تبدل عملية فدائية وبعد أرواح تدخل معنا تطلع معنا في الجبل باش تشاهد العدو الفرنسي. هكذا واذكروا إن أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. بعد نعمة الاستقلال بعد نعمة الحرية احنا نعتز بهذه الثورة. نتضرع إلى الله تبارك وتعالى بالرحمة لشهدائنا الأبرار. ولكن كاين حاجة لازم الإنسان يستحضر الاستحضار الأمانة تاع الشهداء. واجب هذا الجيل بعد 62 الواجب تاع الجيل هذا تجاه الشهداء تجاه الوطن تجاه الأمة. الواجب تاعنا احنا إذا كان المجاهدين كيطلعوا الجبل ما يشموش حرام ما يتكيفوش. كيفاش اليوم رانا نشرب بيوت الفساد الخمور بلاد تاعنا كامل وسخناها بلي كيشي لا نظافة غير اللي يقدر الخوه ياكلوا وراهي الأمان ومن أوفى بعهده
كل واحد حسب المسؤولية تاعو، كل واحد حسب الوظيفة تاعو. ماشي غير كل واحد يتهرب، خليها تخلع ليسونسيال تحرك، خليها تحرك ليسونسيال، ما تلحقنيش، ما تلحقش داري، ما تلحقش الفاميليا تاعي. هذا هو الواقع اللي رانا نعيشوه. كل واحد يتملص المسؤولية، وكل واحد يسيي يحقق لسان ديالي تاعو على أخوه، على حق تاع الإنسان المسلم كما هو. فلنعد إلى رشدنا ولنتوب إلى ربنا تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا فيرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا فيلهمنا اجتنابه، إنه نعم المولى ونعم النصير. ونستنزل من رحمات الله تبارك وتعالى الطيبة الصيبة عن شهدائنا الأبرار، وفاء بما قدموه من التضحية بالنفس والنفيس من أجل إعلاء كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا من بعدهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك